مساء الخير، ايش اخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم انا جايب لكم شيء جدا رائع. الناس اللي حابة تحط اللوجو تبعها في الأقمشة صار الآن بماكينة طباعة البراذر هذه اللي جي تي اكس، صار تقدر تطبع اللوجو على ورق وتقدر تعمل له تحويل على الأقمشة أو على ليبل عباية، فستان، ثوب، أي شيء بهذه الطريقة. شوفوا الآن صار هذا اللوجو تقدر تحطه على القماش ومضمون بطريقة كويسة. حتى كمان أصحاب الأقمشة اللي عندهم البراندات، أصحاب الأقمشة البراندات يبغى يحط اللوجو حقه أو الاسم حقه على العينة أو السامبل، صار عندنا الآن تقدر إنك أنت تطبع على الأقمشة، وهذا ليبل مهم جدا أي أحد يقدر يقتنيه وبطريقة وبسعر جدا. بدأت الماكينة تطبع، شوفوا كيف. طبعا احنا اخترنا الألوان هذه، انتوا كمصممين تقدروا تختاروا الألوان اللي تبغوها. حنطبع وحنوريكم كيف حتنتقل للعباية. زي ما قلنا هذه الطريقة هي الطباعة دي تي اف دايركت على الفيلم، يعني تطبع عن طريق الورق ويتحول عن طريق المكبس. حنوريكم كامل وحنشوف النتيجة مع بعض. الآن هذا التصميم صار جاهز، شوفوا كيف هذه الألوان. حتشوفوا الآن كيف طبعا حنحطها في العباية، حنحطها في العباية ولكن بالظهر. طبعا طريقة تنسيقها وتحديدها كيف هذه تعتمد على المصممين، ولكن احنا حنحط بطريقة زي شوفوا الآن كيف. هذه هي القطعة، حنثبتها الآن على في الظهر. كم 10 ثواني. هذا التصميم صار جاهز، حنشيله. شوفوا كيف احنا نتكلم الآن عن إبداع من نوع آخر. طبعا هو ما في له ملمس، ضد الغسيل. طيب ما تروح الألوان، تشيلها. شوفوا كيف هذه التقنية الجديدة. في تصاميم ثانية، شوفوا كيف هذا تصميم ثاني، يعني بس بوريكم كيف أفكار الطباعة. كم أفكارها لا حدود لها، أكيد المصممين وخيالاتهم، ولكن احنا بنعطيكم الأدوات عشان تبدأ. هنا تصميم ثاني بألوان مختلفة أو تصميم آخر. شوفوا الإبداع كأنه مو موجود. شوفوا كيف هذا تصميم آخر. طبعا هذا التصميم ممكن ينزل كقطعة زي كذا أو قطعة زي كذا، وإذا تبغوا للعباية بشكل أكبر فهذا يحتاج خيال المصممين. هذا التصميم الثاني، شوفوا كيف